أهلا بيكم في مراجعة جديدة. لما بتكون مسافر بتبقى حاسس إنك شايل هم كل حاجة. التذكرة فين؟ الشنطة وزنها قد إيه؟ طب الطيارة هتطلع في ميعادها ولا هتتأخر؟ طب لو قلتلك إنك ممكن تشيل مطار كامل في جيبك، مطار كامل. النهاردة جايبالك الخلاصة في وحش الطيران العربي ATI هات. الابليكيشن ده مش مجرد ابليكيشن هتحجز منه رحلة، ده معمول عشان يدلعك ويوفر وقتك وفلوسك كأنك مسافر درجة أولى وانت لسه في بيتك وبتشرب الشاي. يلا بينا هنعرف الأسرار والتركات المستخبية اللي محدش بيقولها لك. فيلا بينا نبدأ المراجعة بسرعة، وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، فعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. بص يا سيدي، اول ما تفتح الابليكيشن اول حاجة هتخطف عينيك هي النظافة والشياكة، الالوان اللي مستخدمينها اللي هي الميكس بين الاسود والذهبي الفاخر بتاع طيران الاتحاد، بتديك كده ايحاء بالفخامة من اول ثانية. الواجهة يعني مفيش زحمة ولا اعلانات رخمة تضايقك، كل حاجة واضحة قدامك. عايز تحجز رحلة، عايز تشوف تذكرتك، كله في خطوة واحدة. التطبيق بيشتغل بذكاء، بيعمل لك حاجة اسمها جيست اكسبيرنيس مخصصة ليك، يعني بيحتفظ بتفضيلاتك، رغباتك، الأماكن اللي بتحب تسافرها، عشان يسهل كل حاجة عليك في المرات اللي جاية لما تستخدم التطبيق في سفرية جديدة. تعال بقى نعد المميزات الجبارة اللي هتستخدمها في التطبيق ده، واللي تخليك تحجز من على الابليكيشن بالذات وما تحجزش من على الموقع العادي. وركز معايا بقى في المميزات دي. اولا، التشيك ان. وانت على سريرك لسه في بيتك، بدل ما تروح المطار وتقف في طوابير ترهقك، الابليكيشن بيفتح لك التشيك ان قبل الرحلة ب30 ساعة كاملة. بتخلص كل حاجة بلمسة وانت قاعد في البيت. بتاخد البوردنج باص على موبايلك ديجيتال وتروح على الطيارة على طول. كل تفاصيل رحلتك موجودة على موبايلك. تاني ميزة هي تتبع الشنط لحظة بلحظة، ودي طبعا ميزة عالمية. دايما بنبقى قلقانين الشنط هتروح فين. مع الابليكيشن ده تقدر تتبع مكان شنطتك بالظبط وتعرف هل هي اتحملت على الطيارة ولا لسه، مكانها فين على سير الشنط أول ما توصل. ده بيحسسك بالأمان التام وبتريح بالك بقى وانت مسافر. تالت ميزة بقى هقولك عليها، الابليكيشن ده لو انت بتسافر كتير فهو هيبقى كنز بالنسبة لك. بيجمع لك نقاطك وأميالك تلقائيا. تقدر في أي وقت تبدل النقاط دي برحلات مجانية أو ترقية لدرجة رجال الأعمال، أو حتى تشتري بيها من السوق الحرة. يعني هتسافر وهتوفر فلوس وهتجمع نقاط كمان، تيجي في وقت من الأوقات تشتري بيها تذكرة من غير ما تدفع ولا مليم. طيب لحد هنا والمميزات حلوة والدنيا جميلة، بس ايه بقى التركات المستخبية اللي في الابليكيشن ده محدش واخد باله منها؟ خد بقى عندك التلات تركات دول اللي محدش هيقولك عليهم غيري. واول سر هقولهولك في التطبيق ده هي عروض للموبايل فقط. طيران الاتحاد ساعات بيعمل خصومات وعروض سرية ما بتروحش للموقع الرسمي على الكمبيوتر. العروض دي بتظهر لمستخدمين الابليكيشن بس في قسم الاوفرز. يعني قبل ما تحجز دايما شيك كده على الابليكيشن الاول، عشان ممكن توفر مبلغ محترم لما تحجز من على الابليكيشن ويكون في عروض كويسة. التركة التانية هي تركة الخريطة التفاعلية الحية. جوه الابليكيشن في خريطة ذكية بتعرفك مكان طيارتك بالظبط وهي في الجو. ده مفيد جدا طبعا لو حد مستنيك في مطار الوصول، يقدر يفتح الموبايل ويعرف انت فوق انهي بلد بالثانية، يعني هيتتبع رحلتك وميعاد وصولك بالظبط. وتالت تريك هقولك عليها استخدمها في التطبيق ده هي خاصة بالدفع. الدفع الآمن بلمسة واحدة. الابليكيشن بيدعم الدفع بابل باي وجوجل باي، وده بيكون بشكل سريع جدا ومتطور وآمن 100%. مش محتاج تطلع فيزا وتكتب أرقامها في نص المواصلات،
وتخاف حد يشوفك، هي لمسة واحدة او الفيس اي دي ويتم الدفع وبيخلص في ثانية واحدة. في النهاية يا جماعة، تطبيق طيران الاتحاد ده مش مجرد ابلكيشن حجز عادي، ده بجد هيبقى مساعد شخصي بيمشي معاك من اول ما تفكر في السفر لحد ما تستلم شنطتك وترجع بيتك بالسلامة. لو بتسافر كتير او حتى بتخطط لرحلة قريبة، الابلكيشن ده لازم يكون على موبايلك. سيبولي بقى رأيكم في التعليقات، ايه اكتر ميزة عجبتكم في التطبيق ده، وهل جربتوا تسافروا مع طيران الاتحاد قبل كده ولا لسه؟ ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.